السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما انتوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكيكة الاسفنجية او سبونج كيك او بيقولوا عليها جينواز. بطريقة سهلة جدا جدا، مكونات موجودة عندنا في البيت. شايفين صوت الكيكة من الهواء اللي فيها وانها مظبوطة معانا جدا. شوفوا المقادير عبارة عن ايه. عبارة عن عندي سكر وبيض، عندي فانيليا، عندي حليب، شوية زيت، نشا، بيكنج باودر وخل. هاخد البيض بتاعي والسكر. انا عندي 4 بيضات عشان هما صغيرين. لو عندك كبيرة يبقى بيضتين كبار مع شوية فانيليا هنضربهم مع السكر. بصوا، انا عندي البيض افتح ونفش شويه، بس مش هو ده القوام اللي عاوزاه. بصوا القوام سائل جدا لسه. انا هضرب فيها كمان شويه وهوريكم في الاخر القوام هيبقى عامل ازاي. انا كل شويه كده بضرب واوريكم القوام. بص هو تقل شويه بس كمان عايز شويه. بصراحه هو اخد معايا تقريبا تلت ساعه. ف يعني ايه، هو على حسب مش هديك وقت معين. من ربع ساعه ممكن يبقى يكمل معاك 25 دقيقه تضربي فيه بالمنظر دوت مع السكر. انا دخلت كل المكونات الجافه اللي هي الدقيق والنشا والبيكنج باودر ورشه الملح. بحط المكونات السائلة عندي، بحطها عندي ده حليب وعندي شوية زيت. هقلبهم واركنهم على جنب لغاية ما نشوف البيض بتاعنا. شايفين القوام بتاعي تقل خالص ازاي ونفش اكتر. وبصوا القوام يعني ما بينزلش معايا بسهولة. انا بس مسرعة الفيديو هنا فواضح ان هو بينزل بسهولة، بس هو بينزل ببطء. بس هو تحس ان هو تقيل كده شوية. هاخد بقى الدقيق بتاعي، مهم جدا الخطوات دي. الدقيق يتقلب زي ما انا بقلب كده. كمان انا مسرعه الفيديو فيعتبر كده انا بقلب سريع. يفضل بالمضرب بس ما تنضربش قوي، من تحت لفوق كده واحده واحده، عشان الدقيق بتاعي ينزل، ما يبقاش في حاجه متكتله تحت. في الاخر كده بحط نص المكونات السائله هو الحليب والزيت بالتبادل مع دي لغايه ما اخلص المقدار بتاعي وبراحه وبخفه جدا. انا بعمل بالسباتولا كده اتاكد بس ان مفيش اي دقيق في قاع البوله بتاعتي. لازم يا جماعه عشان تطلع معاكي الوصفه دي ناجحه زي ما طلع معايا لازم تتبع الخطوات بالظبط زي ما هي. انا بحط المقدار ده في قالب من 15 ل 18. ده بس بيخلي ارتفاع الكيكه تبقى اعلى عاليه او مش عاليه. انا بحطها على فرن 170 لو الفرن بتاعك كان واطي. لو الفرن بتاعك عالي حطيه على 160. انا بعمل الحركه دي واخبط كده خبطتين عشان اي فقاعات هواء كبيره تطلع. زائد انا عاوزه القالب بتاعي ما يبقاش مرتفع من فوق. دخلتها فتحت باب الفرن 10 دقايق كده، وبعد كده طلعتها هحطها على الشبكة بتاعتي. ولو انتي عاوزة تستخدميها تزيني بيها فيها، تعمل بيها توردة، تزينيها بكريمة بأي حاجة، يفضل انك بعد ما تبرد خالص لفيها بستريتش وحطيها في التلاجة وتاني يوم تستخدميها، تبقى عندك ممتازة وتريحك في الشغل. انا فعلا ده اللي عملته، وهعمل لكم بيها وصفة تجنن، وصفة تورتة يعني لأي مناسبة. هتقدري تعمليها بكل سهولة. انتظر الفيديو ان شاء الله جاي بعد الفيديو دوت، فانتظريني. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. انا قطعت التورته ديت لثلاث اجزاء. عاوزه تقطعيها نصين فقط براحتك. فانا عشان هي طبعا التورته مش كبيره فانا قطعتها بالسكينه على طول. وهنشوف برضو الصوت الهشاشين عشان تعرف ان الكيكه بتاعتك ناجحه وفعلا جميله وفعلا هشه. تسمعي صوت الهشاشان
في اخر الفيديو. وبس كده، وانتظريني في الفيديو الجاي ان شاء الله. اقول لكم سلام عليكم.